السلام عليكم. قبل ما نبدا نقول لك شي حاجه، بغيت نسولك على شحال من مره كنتي في اليوتيوب وكتبتي كيفاش تحافظ على الصلاه، وشحال من مره جربتي وما كملتيش. الفيديوهات اللي انا كنقدم كنحاول انني ما نوهمكش بشي حاجه، حيت ما يمكنش اننا نعطيك واحد الخطه ونقول لك تبعها باش تحافظ على الصلاه. انت عارف كيفاش تصلي، وانت عارف بلي الصلاة ماشي واجب وبلي هي راه فرض، وانت عارف العقوبة ديال تارك الصلاة، ولكن علاش ما كتصليش؟ وقبل ما نقول لك شي حاجة ضروري تعرف انها ما كتطبقش على كل شيء، ولا عندك شي رأي اخر مرحبا بك في التعليقات. واول حاجة اللي ما كتخليكش تصلي هي الانفصال ديال التجربة على النظرية. باش تهضر على الصلاة واحد الحاجة اللي سهلة، ولكن باش انك تصلي واحد الحاجة اللي ثقيلة. عقلك عزيز عليه يتفرج في فيديوهات ديال كيفاش تصلي، ولكن الجسد ديالك صعيب عليه انه ينوض ويتوضا ويصلي. وثاني حاجه هي ضعف الاحساس بالمعنى. الصلاه كتحول لواحد الحركات اللي كتعاود بلا ما تكون واعي وانت كديرهم، حيت الوعي ضروري. داكشي علاش كتحس باللي انت ما مرتاحش وما عندكش شي دافع. وثالث حاجه هي التراكم ديال الذنب. فاش انك كتفشل باش انك تحافظ على الصلاه كتحس باللي انت منافق وكتخليها شويه بشويه، ولكن الذنب اللي كتحس به ما كيخليكش ملتزم، وانما هو راه كيبعدك على الصلاه. واخر واهم حاجه هي انك كتقلب على كيفاش تلتزم، حيت انت كتهرب من انك تنوض وتوضا وتصلي. شوف، انت راه ما محتاج شي دروس باش انك تصلي، انت راه محتاج تنوض تصلي. صلي واخا انت ما كتحس بوالو، ما تسناش انك تحس بشي حاجه، وما تسناش انك تكون مقتنع باش انك تصلي، وما تسناش انك تكون مستقيم. دابا غادي تنوض وغادي توضا وغادي تصلي، ولا غادي تنوض وغادي تدوش وغادي توضا وغادي تصلي. ولا حسيتي باللي كاينه شي حاجه غلط قلب عليها في الانترنت، راه الفعل هو الاول عاد كيجي الفهم. وتفكر ديما باللي ما خصكش تكون صالح باش تصلي، وانما صلي باش تكون صالح. هنا غادي نكونوا سالين الفيديو ديالنا، وإلا عندك شي حاجه باش تزيدها نتمنى انك تكتبها كيف ما كانت، ودير معك ابوني. ولا ما شفتيش الفيديوهات القدام رجعوا شوفوهم، ونتلاقاو في الفيديو الجاي.